البسلة، يا حلاوة البسلة. مين فينا ما بيحبش البسلة؟ انا النهاردة جايبه لكم طريقة تفريز البسلة بطريقة سهلة وبسيطة تقعد عندك من السنة للسنة. احسن وقت تخزني فيه البسلة هو الوقت دوت، شهر 1 وشهر 2. بينا قبل ما نبتدي نحب نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ثانيا أنا بحب أشكركم جدا جدا على دعمكم ليا ووقوفكم جنبي وتشجيعكم ليا دايما. إن شاء الله ربنا يقدرني وأقدر أرد الجميل. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب. فقلنا نبتدي تفريزات الشهر الكريم ونبتدي بالبسلة. أنا جايبة كمية طبعا، بس أنا حابة أوري قدامكم كيلو ونص. انا بعمله ازاي، دي طريقتي المفضلة في تفريز البسلة. هجيب البسلة زي ما انتوا شايفين كده مليانة وحلوة وخضرة، وده احسن وقت تخزني فيه. وفي بسلة اكيد في جزر، انا جايبة الجزر بتاعها بحبه اخزنه معاها عشان بيسهل عليا ان انا اطلع الكيس بالبسلة بالجزر واطبخه على طول. هبتدي افصص البسله بالطريقه العاديه خالص من غير اي حاجه. انا بسمع حاجات والله على النت اللي تقول فصصيها مش عارفه في 10 دقايق 50 كيلو و30 كيلو. البسله بتتفصص عادي، بتتفتح وبينزل اللي جواها. ايه الجديد في كده يعني؟ لو عندك طريقه تانية قوليلي. انا كده بعد ما خلصت الكميه اللي انا جايباها هعملها معاكم. بشوفها برضو لو كان فيها حاجه او كده بشيلها وبغسلها كويس. اهم حاجة ما يكونش فيها نقطة مية، انا عايزاها ناشفة خالص. وكده بعد ما غسلتها وصفتها عشان اتأكد برضو انها ما تبقاش فيها مية، هنشرها زي ما انتوا شايفين كده على فوطة واسيبها شوية لغاية ما تنشف خالص مني. انا مش عايزاه فيها ولا نقطة مية. البسلة ليها طريقتين في التفريز. الطريقة الاولى اللي انا بعملها ديت، انا ما بخرهاش، بالعكس بنشفها كويس وبحطها في كيس هي والجزر على قد الطبخة بتاعتي. والطريقة التانية ان انت تبخريها، تحطيها في مصفى وتحطيها على بخار مية سخنة، او تحطيها في ميه بتغلي ما تكمليش 5 دقايق، وبعد كده تطلعيها في ميه متلجه وتصفيها في المصفى وتشيليها. دي ودي بتبقوا حلوين، بس انا بحب الطريقه ديت بتسهل عليا. ولو عايزاها ما تنشفش منك او ما تجلدش او تستوي بسرعه، بتطلعي الكيس وبتحطيه على البصله وانتي بتقلي البصله. دي احلى طريقه واحلى طبخ للبسله. انا عاملاها بالطريقه ديت، هسيب لكم طريقه طبخ البسله في الوصف بتاع الفيديو. كده برضو عشان اتاكد منها ان هي نشفت خالص، هفرشها على الفوطه بالمنظر دوت. وطبعا جنبها البصله انا غسلته، الجزر معلش الجزر قطعته وغسلته وهحطه معاها ينشف برضو زي ما انتوا شايفين كده. كده بعد ما اتأكدت انها نشفت هبتدي اشيلها في الكيس بتاعي. الكيس على قد الطبخة، وزي ما قلت لكم دي مش الكمية كلها اللي انا جايباها، بس بدل ما اطلع قدامكم ب6 كيلو 8 كيلو بعمله بنفس الطريقة، لا انا قلت اطلع معاكم بكيلو كيلو ونص عشان تشوفوا طريقتي في تخزين البسلة. هبتدي احط في الاكياس زي ما قلت لكم على قد الطبخه بتاعتي، البسله الاول والجزر، او البسله مع الجزر، او زي ما انت تحبي. انا كده خلصت وحطيتها في الاكياس بتاعتنا، بس اهم حاجه ان انت تبططي الكيس قوي عشان ما تخرجي منه الهواء، وتحطيهم فوق بعض كده وتحطيهم في الفريزر، ما بياخدوش منك مكان.